خطف باريس سان جيرمان بطاقة التأهل لنصف نهائي عصبة أبطال أوروبا بعد الفوز على الفريق المضيف برشلونة في إياب دور الربع لذات المنافسة بحصة من 1-4. وظهر الفريق الباريسي أكثر رغبة في حسم المباراة لصالحه، خاصة أن نتيجة الذهاب لم تكن تخدم مصلحته، حيث خسر على أرضه بثلاثية مقابل هدفين. ورغم تقدم برشلونة في النتيجة عن طريق البرازيلي رافينيا الذي استغل تمريرة الشاب اليافعي جمال لامين في الدقيقة 12، فقد ضغط سان جيرمان إلى أن جاءت الدقيقة 29 التي طرد فيها المدافع أراوخو بعد إسقاط للمهاجم للشاب بركولة على مشارف منطقة العمليات بعدما كان سيعانق الحارس تير الشتيغن. واستغل الباريسيون النقص العديد ليتمكنوا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 40 عن طريق ديمبيلي، وفي الشوط الثاني دشنه الفريق الباريسي بهدف ثان من تسديدة مركزة للبرتغالي فيتينيا في الدقيقة 54 مستغلا تمريرة حاسمة للنجم المغربي أشرف حكيمي. هذا الأخير كاد أن يسجل هدفا في بداية هذا الشوط من تسديدة زاحفة التطمت بيد الحارس تير شتيغن وتحولت للزاويت، ورفع فريق العاصمة إيقاعها وسيطر على الكرة، إلى أن جاءت الدقيقة 61 ليسجل فيها النجم مبابي الهدف الثالث من ضربة جزاء اصطادها ديمبيلي إثر عرقلة قام المدافع كونسيلو، وتحول الفريق الكاتالوني للهجوم بغية تسجيل هدف يعدل به النتيجة. واستغل الفرنسيون اندفاعهم ليقوم الفتى الذهبي المغربي أشرف حكيمي هجوما مضادا ومرر لمبابي الذي سدد والحارس الألماني تصدى لها واختلاط أمام مرماه لتسقط الكرة أمام مبابي الذي أضاف الهدف الرابع في الدقيقة